بتعدي علينا مواقف بنسأل نفسنا أنا ليه بيحصل معايا كده؟ الوجع والخيبات والانكسارات بتعدي تاخد من روحنا وتفكيرنا وأعصابنا. والمؤمن الفطن بيفهم إن في حكمة ورا كل اللي بيحصل في حياته، وإن ربنا سبحانه وتعالى شايف وعارف بالألم والوجع اللي اتحملته، لأنه أقرب ليك من حبل الوريد. عارف إيه الأصلح ليك وعارف إيه اللي يمنعه عنك. ففي عطائه رحمة وفي منعه رحمة وحكمة، ومش لازم تعرف الحكمة إيه. أصحاب السفينة في قصة سيدنا موسى والعبد الصالح عاشوا وماتوا وما عرفوش الحكمة من خرق السفينة. لو حصل لك مواقف في حياتك وما فهمتش الحكمة منها إيه، ما تفكرش كتير. افتكر الآية اللي بتقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال رب الخير لا يأتي إلا بالخير. الفنانة نجاة في فيلم الشموع السوداء كانت عمالة تزن على الفنان صالح سليم عشان يحكي لها موضوع من إيه. في آخر لما زهق منها زعق فيها بعصبية وقال لها ما بيتحكيش. من هنا لازم تفهموا إن الوجع الحقيقي ما بيكونش هو اللي بتعرف تقوله واللي بتحكي عنه أو حتى تعرف سببه لما حد يسألك. بيكون هو اللي ما بتعرفش تحكي عنه أو حتى تشرحه لنفسك. بتحس بيه بس الوجع بيخليك ساكت، تسمع أغاني وانت شارد، تشوف فيلم وتبكي بدون سبب. الوجع بيموتك وانت عايش. عشان كده حافظوا على مشاعركم وما تجازفوش بيها في أي قصة ممكن توجعكم. مهما حاولنا نتكلم عن الوجع اللي جوانا أو نحكيه، مستحيل هنقدر نوصل إحساسنا ومشاعرنا لحد أو نخليه يحس بينا. محدش هيحس بيك ولا يقدر وجعك غير في حالة واحدة بس، إن يكون عايش نفس اللي انت عشته ومر بنفس التجربة اللي انت مريت بيها. غير كده ولا حد هيحس بيك. عشان كده ما تحاولش تحكي من البداية، خليك ساكت أحسن. حط وجعك وحزنك جواك واشكي لربنا بس، لأن هو وحده اللي قادر يزيح همك ويخفف وجعك وينور طريقك. في حاجة اسمها الحزن المؤجل، وده معناه إنه لما بيحصل حدث صعب للشخص ويكتم مشاعره من بكا وحزن ويحاول يتظاهر بالقوة، المشاعر دي بتظهر بعدين بشكل فجائي وعلى أبسط الأسباب، فتلاقيه يعيط ويصرخ على حاجة بسيطة وتافهة، وفي واقع الأمر هو عياطه وحزنه ده كان متحوش وميعاده اتأجل، وده شيء سلبي وخطر جدا. فلما تلاقي حد موجوع قوي من موضوع ما يستاهلش انه يتوجع عشانه، اوعى تستهون بوجعه. الوجع ده هو اللي اتوجع بيه مش وجعك انت. يعني درجة وجعه هو بس اللي يقدر يوصفها، والأسباب كتير جدا. الوجع بيكون قايم على مخزون قديم جوه كل واحد، من طريقة تربيته، من ذكريات متراكمة جواه، من جروح قديمة سايبة آثار وجروح عميقة جوه نفسه. عشان كده اوعى تستغرب درجة الوجع عند أي حد، أو حتى تقول إيه لازمة الوجع ده كله. أصل كل واحد مخبي جوه نفسه كتير، وبيطلع الوجع ده اللي انت مش شايفه ولا مقدره. فلازم تقدر وجع الناس بكلامك الحلو وطولة البال وجبر الخاطر، وطيب مشاعرهم وحس بيهم. أصل الوجع وجعهم هم، فلا تشتد بالنصح على مبتلى فتبتلى. أوقات كتير بتكون مليان وجع وساكت ومتحمل، وتلاقي كل يوم عن يوم الوجع بيزيد وبرضه بتتحمل. الوجع مش شرط يكون ألم جسدي، لا، الوجع أشكاله كتير قوي. لما تحس إنك شايل الدنيا كلها على كتفك ومتحمل، ده وجع. لما تلاقي كل اللي حواليك سند عليك بكل قوته وللأسف ما تقدرش تقول أي أو تشتكي، ده وجع. لما تلاقي أقرب الناس ليك موجوع وانت مش قادر تعمل له أي حاجة ومتكتف، ده وجع. لما تلاقي قلبك بيوجعك وتحس بغصة ومرارة في عز فرحتك، ده وجع. لما تتألم وتداري ألمك عشان محدش يحس، ده وجع. لما تفضل تعيط بانهيار والمفروض إنك ما تعيطش وتستحمل وتكتم في نفسك، ده وجع. لما دمعتك تنزل في أي حاجة وكل حاجة حتى لو تافه، ده وجع. لما حد عزيز يحضنك ويطبطب بس عليك بتروح تنهار، ده وجع.
لما تحاول ترضي الدنيا كلها على حساب نفسك عشان محدش يزعل ويشيل منك، ده وجع. لما تفتكر ربنا وتقول له هون عليا وليه أخرتني أنا بالذات، وترجع لعقلك بسرعة وتستغفر ربك، ده وجع. الوجع إن نصك التاني يكون كذاب وفاكر نفسه ذكي جدا لكنه مكشوف جدا، وانت ساكت وما بتتكلمش لأنك عارف إن ردوده هتزعل وهيقاوح وهتزيد الطين بلة. الوجع إنهم مش حاسين بوجودك ولا مقدرين أي شيء بتعمله ولا حتى كرامتك وانت لسه باقي على العهد وملتزم. الوجع إنك تتعامل بحسن نية وكل عفة وانت متأكد من خيانتهم الكاملة لمشاعرك. الوجع إنك لسه بتدور على سعادتهم وعندك أمل كل اللي فات يرجع زي ما كان. الوجع إنك لسه بتدافع وبتقاوح بتقنع نفسك إن اللي بيعملوه هبل ووقته هيعدي وهيتنسي. الوجع هو اللي انت حاسس بيه دلوقتي ومش مخليك تحس بطعم الحياة. الوجع هو استمرارك لآخر فرصة وعلى أمل تلاقي كلمة تبرد بركان النار اللي قايدة في قلبك، وانت لسه عندك أمل تفضل تعافر مع نفسك ووجعك وتضحك عشان الحياة تمشي وتعالج وجعك كل وجع. بس نسيت أقول لك أهم حاجة، كبت الوجع لوحده أكبر وجع. مطلوب منك ما تتوجعش ولا يبان عليك إنك زعلان، مطلوب منك تضحك وتسمع وتهون وتراضي وتصالح وانت أساسا مفيش فيك حيل تتكلم. مطلوب منك تبقى ظهر بس وانت فاضي من جوه. مطلوب منك تقول كلام انت أكتر واحد محتاج تسمعه، تنصح وانت أكتر واحد محتاج النصيحة، تريح اللي قدامك بالكلام لكن انت ما ترتاحش وانت لسه عندك أمل رغم الوجع، ورغم نفسك اللي اتدمرت قدامك 1000 مرة، ورغم روحك اللي شبه رماد الورق، ورغم ان الكل قالك كفاية إلا ان قلبك الموجوع هو السبب وكأنه مصر على الانتحار، ولسه بتديهم أعذار وبتلبس الشيطان طوب الملاك. وكأنني أملك قلبان، الأول اكتفى من الوجع فانعزل، والآخر ينبض ما إن تداعبه الكلمات الطيبة. أحدهم يريد العزلة والآخر يريد الحياة، وما بينهم تتوه الروح بلا رد. لا أدري أهي غيوم السماء أم غيوم القلب؟ متى ستمطر السماء فتخرج ورود ترد للأرواح أنفاسا تحتاجها؟ عشان تعالج الوجع ما تسمحش لحد يعاملك بمزاجه، شوية يعاملك حلو كأنك أقرب الناس ليه، وشوية ينفر منك كأنك عدوه. ما تسمحش لحد يتعامل مع وجودك إنه مضمون، وإنه مهما عمل كده كده هيلاقيك في الآخر مستنيه برضه. الناس بيسترخصوا الشيء المضمون في حياتهم، صعب تدور على التقدير من اللي حواليك، ومهما شايفينك سهل انت غالي قوي عند اللي خلقك. المحبة اللي ترخص صاحبها بلاش منها. المكسب الحقيقي في الحياة انك تلاقي ناس بتحب وجودك وتزعل على غيابك وتسندك وقت الشدة. لو حياتك فيها سند انت مش هتتوجع، لانك بتعيش احساس جميل، عندك شخص تقدر تلجأ اليه في وجعك، وانت واثق انه هيساعدك ويخفف عنك وهيقف جنبك، وحتى وانت بتحكي له المشكلة متأكد انه هيلاقي مخرج وحل. السند عموما بيطمن وبيقوي القلب، وطول ما انت عارف انك مش لوحدك مش هتتوجع ولا هتخاف ولا هتتردد، بالعكس هتكون مطمن جدا ومرتاح جدا، لانك لو وقعت هتلاقي اللي يمسك بإيدك ويقومك من تاني. ومن أروع ما قرأت من قول الإمام ابن القيم رحمه الله: لن يقاسمك الوجع صديق، ولا يتحمل عنك الألم حبيب، ولا يسهر بدلا منك قريب. اعتني بنفسك واحميها ودللها، ولا تعطي الأحداث فوق ما تستحق. لا تبحث عن قيمتك في أعين الناس، ابحث عنها في ضميرك، فإذا ارتاح الضمير ارتفع المقام. وإذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك. لا تحمل هم الدنيا فإنها لله، ولا تحمل هم الرزق فإنه من الله، ولا تحمل هم المستقبل
فإنه بيد الله. فقط احمل هما واحدا، كيف ترضي الله، لأنك لو أرضيت الله رضي الله عنك وأرضاك وكفاك وأغناك. دمتم بخير.